ليه ما بقتش تحس بمتعة في أي حاجة بتعملها؟ ما أنت لسه كنت بتعمل كده من مفيش، يعني إيه اللي اتغير؟ مش مهتم يعني، والحاجة اللي بتشد الناس كلها ملهاش أي تأثير عليك. الحافز اللي كان بيحركك عشان تعمل حاجة أنت كنت بتتبسط بيها قبل كده مبقاش موجود. مفيش حاجة بقت تخليك متشوق أو متحمس إن أنت تعملها. ممكن ده يبقى اسمه أنهيدونيا. شعور بانعدام اللذة. انعدام اللذة اللي بتلاحظه لما بتعمل أنشطة أنت متعود إن هي بتبسطك قبل كده، ده بيبقى اسمه أنهيدونيا. في نوعين من الأنهيدونيا، في فيزيكال أنهيدونيا وفي سوشيال أنهيدونيا. أول واحد هو السوشيال أنهيدونيا، وهي إن أنت ما بتبقاش عايز تقضي وقت مع أصحابك أو مع عيلتك أو مع الناس اللي أنت بتحبها، مع إنك كنت بتحب تعمل كده قبل كده عادي. ما بيبقاش إحساس بكره يعني، أنت بس مش عاوز تتعامل مع الناس، يعني في عزلة كده. الوقت اللي تقدر تقضيه مع الناس بيقل. مش سوشيال انكزايتي. في فرق ما بينه وبين السوشيال انكزايتي او القلق الاجتماعي، لان السوشيال انكزايتي او القلق الاجتماعي التاثير الايجابي اللي بتحصل عليه من قعدتك مع الناس او انت تبقى سوشيبل يعني بيقل، والسلبي بيزيد، يعني انت تبقى عندك شعور سلبي وانت قاعد مع الناس. لكن في السوشيال انيدونيا انت بس التاثير الايجابي اللي بتحصل عليه من ان انت تبقى اجتماعي بيقل، بيبقى عندك بلاده في المشاعر، اللي قدامك مبيبقاش عارف انت مش مهتم باللي هو بيقوله ولا هو اصلا ممل، ولا انت مثلا عاوز تنام وعاوز يسكت وخلاص. بتبذل مجهود جامد عشان تبين شويه مشاعر، رد فعل او اهتمام، وده منطقي. انت لو مش مستمتع وانت بتعمل حاجه هتبقى اصعب وهتضطر تجبر نفسك عليها. وفي نوع تاني وهو الفيزيكال انيدوني، هو انت ما بتحسش باستمتاع وانت بتعمل انشطه زي الاكل مثلا. الاكل بيبقى طعمه ماسخ، مش بتستمتع بيه كده زي ما كنت بتستمتع بيه قبل كده. ما بتحسش بحاجه قوي من الافعال اللي زي الاحضان مثلا، ومش بتحس بالاستمتاع قوي في الانشطه اللي هي بتخليك متحمس في العادي. حاجه مهمه، الانيدونيا مش لازم تبقى يا ابيض يا اسود، يعني ممكن الحاجات اللي انت كنت بتستمتع بيها قبل كده ممكن تستيل تستمتع بيها، بس يبقى في فرق، يعني احساسك بيها بيقل بشكل ملحوظ وانت مش عارف ليه. الانيدونيا او انعدام اللذه ممكن يجي كعرض للاكتئاب او الباي بولر ديس اوردر، او ممكن سكيزوفرينيا كمان. وساعات مضادات الاكتئاب بتخليك ايموشنالي بلانت كده او عندك بلاده في المشاعر. في طريقه حلوه جدا سمعتها من طبيب نفسي، هسيب لكم الفيديو بتاعه في الديسكربشن. كان بيقول ان الموضوع مش هيتحل من مره واحده بس كده، محتاج شويه تدريب. لو انت عندك ميه في الارض مش هينفع اول مره تضغط هتطلعها، لازم تحاول كذا مره، تقعد تضغط كتير لحد ما في الاخر تطلع الميه. في كل المرات دي مفيش حاجه تطلع في الاخر، يعني انت هتقعد تعمل مجهود كذا مره بدون اي نتيجه خالص او نتيجه قليله جدا. بعدين في الاخر خالص بعد محاولات كتير، بعد ضغط كتير، الميه فعلا هتخرج. مش من اول مره هتدوس هتطلع ميه، لازم تحاول كتير وتزق مره واثنين وثلاثه عشان توصل للي انت عايزه، بس بعد محاولات كتير بدون اي مردود. لو كنت بتستمتع بنشاط معين مثلا زي الرسم، وبعدين فجاه ماشي يديك الفولفيلمنت او الاشباع اللي كان بيدولك قبل كده، جرب بس تبدا ب5 دقائق بس، ما تزودش اكتر من كده. ال5 دقائق دول برضو مش هيبقى عندك الشعور اللي هو كنت بتحسه قبل كده طبعا، بس ال5 دقائق دول انت هتعملهم وخلاص، حتى لو انت ما استمتعتش بيهم باي نهائي، بس هو مجرد 5 دقائق بس. هتزود المده كل مره كانه تمرين، من 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه، لحد ما تبتدي واحده واحده تسترجع الاحساس اللي كان عندك قبل كده. في مفهوم مغلوط عند ناس كتير ان الحافز بيجي قبل الفعل. انا ببقى متحفز او عندي حماس معين ان انا اعمل فعل وبعدين بعمله. الحافز الفعل بعدين الاستمتاع او الريورد، وده مش حقيقي. الحافز الفعل بعدين الريورد او الاستمتاع بالفعل نفسه، ده ترتيب غلط. الترتيب الصح هو ان اول حاجه بتيجي الفعل، بعدين الريورد، بعدين الموتيفيشن، مش العكس. لما تتعود على الفعل اللي هو اصلا بالنسبه لك ممتع وتكرره كذا مره، حتى لو هو مش بالنسبه لك ممتع دلوقتي، هتوصل للمرحله الثانيه وهي انك فعلا تستمتع بالفعل ده. بس ده برضه مش بالضروره يخليك تقدر تعمله تاني بعد كده. مع الوقت هتلاقي نفسك وصلت للمرحله الثالثه واللي هي الموتيفيشن او الحافز، وده المسار الصح اللي المفروض تكون حاطه في دماغك وانت بتقبل على اي فعل. وبالتقدم اللي انت عملته بالفعل ده المره اللي فاتت هيخليك عندك موتيفيشن او حافز ان انت تعمله تاني. الفعل هو اللي بيجي في الاول خالص، اول حاجه خالص قبل اي حاجه تبقى هي الفعل، اللي هو ممكن عادي، ممكن يبقى ممل جدا، ممكن يبقى سخيف وانت بتعمله، ولكن النتيجه هي اللي بتديك موتيفيشن عشان تعمله بعد كده. أعني دوني.